طبعا يا جماعه ناس كتيره سالوني انت فين يا بنداري، والمكان اللي انت فيه دوت الاندلسيه اللي في الممشى السياحي. وطبعا زي ما انتم شفتوا الصور وزي ما انتم شفتوا الاستوريهات، هوريكم دلوقتي بالتفاصيل زي ما انا جيت وحجزت ايه الخطوات اللي انا مشيتها. تعالوا معايا. طبعا انتوا عارفين ان انا اكتر مكان برتاح فيه وبحبه وببقى مبسوط فيه انا وجنى هو الغردقه، فروحنا اماكن كتيره وقعدنا في اماكن كتيره، بس اكتر مكان ارتحنا فيه وحسينا ان احنا مبسوطين نفسيا فيه هو الاندلسيه. الفيو بتاعه ان هو على البحر على طول، والموقع بتاعه ان هو في الممشى السياحي، فكان من اكتر الاماكن اللي انا وجنى حبيناها. واول لما دخلنا الريسبشن انا لقينا الراجل الجميل اللي بيضحك دوت وبيقابلنا بابتسامه جميله، وقعد يقول لنا عايزك تبقى مبسوط معانا واقامه سعيده ان شاء الله، وتعالى افرجك على الاوض. ورحت قايل له يلا بينا. اتحركنا على المكان على طول، وفضلوا يوصفوا لي ويشرحوا لي ويقولوا لي ان في شاليهات دور ارضي وشاليهات دور علويه. وحسيت اكتر حاجه برضو كانت عجباني ان انا حسيت ان في خصوصيه، ان الاماكن مش قريبه من بعض قوي، ففي كل مكان هم عاملينه بنظام ان هو ما يبصش على المكان اللي جنبه. وطبعا انا كنت في اسعد لحظات حياتي، علشان انتوا طبعا عارفين ان الغردقه ده بالنسبه لي يعني العشق، يعني الدلع، يعني الجمال. وعمال اقول للناس يلا بينا تعالوا، وهندخل ونشوف دلوقتي، وهنفتح الاوضه وهنشوف الاوض من جوه تقسيمها. وطبعا انا اليوم دوت تعبت الناس علشان فضلت اوديهم من مكان لمكان، بس الحمد لله وصلنا بسلام. والراجل الطيب اهوت بدأ يفتح الباب وبدأ يقول لي اتفضل ادخل. طبعا انا اول لما دخلت، طبعا زي ما انتوا عارفين عني في اي شاليه او اي فندق بدخل فيه بدخل رقم واحد على الحمام. دخلت لقيت الحمام كويس، يبقى المكان ده كويس. ليها علاقه بالراحه النفسيه، بحس ان هو لو الحمام كويس هيبقى الشاليه حلو. فاول لما دخلت وقعدت ابص لقيت التلفزيون حجمه مش صغير، حجمه كويس، سريرين موجودين. واكتر حاجه عجبتني في تقسيمه الشاليه انك انت ممكن تبقى موجود انت ومراتك وولادك، او انت ومراتك وامك، فكده او كده هيشيل مساحه كتيره وهيشيل اعداد كتيره. مش محتاج انك انت تنزل في فندق، ولما تنزل في فندق تبقى مرتبط ان كل فردين يبقوا في اوضه، وتلاقي مصاريف والتكلفه زادت عليك. وطبعا رقم 2 في الحاجات اللي بتفرق معايا طبعا الفيو. فاكتر حاجه كانت عجباني وكانت بسطاني جدا وكانت مريحه جانا نفسيا، ان احنا لما بصينا من البلكونه شفنا البارك بتاع العربيه، وحسينا ان احنا مطمنين شايفين عربيتنا، ومن الناحيه التانية ان احنا شايفين البحر، وحاسين ان احنا اي وقت انت عايز تنزل، انت عايزه تنزلي، هننزل على طول. طبعا يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه بحر بالنسبه لي، ان انا ابقى ساكن هنا والبحر هنا. يعني بصوا دوت قرب من قلبي اكتر ما جانا مقربه منه. فتعالوا بقى نشوف الدلع الجاي. هنا طبعا يا جماعه الشاليهات اللي على البحر، طيب يعني البحر اهو والشاليه اهو. الناس اللي بتحب الدلع وبتحب ان هي تبقى قاعده تصحى على المنظر ده. شكل تاني وفي زيادة مطبخ صغير كيتشن. الناس اللي عايزه تطبخ عايزه تعمل اي حاجه. وهنا الشاليه دوت بيشيل كام فرد؟ يعني ممكن 2 كبار وطفلين. طب حلو قوي. أو 3 كبار مثلا. طبعا يا جماعه دوت الشاليه الارضي اللي هو على البحر على طول، تفتح تنزل على البحر. يلا بينا. طبعا يا جماعه احنا داخلين على اكتر مرحله انا بعشقها. ممكن اعيش على الشط، انا مش فارق معايا كل ما اشوف. واخيرا بعد جوله طويله ودخلنا وشفنا الشاليهات وشفنا الاماكن اللي احنا هنقعد فيها، طبعا ما كناش عايزين نضيع وقت وندخل على البحر. اول لما شفت كلمه شاطئ وشفت البحر حسيت من هنا ان كده السفريه بدات بالنسبه لي. ومن هنا بدات اعبر للبحر قد ايه ان هو وحشني، وبدات اعمل له قلوب، وحسيت ان انا في شهر العسل مع البحر. ودخلت على طول وغيرت وقلت لجنى يلا بقى نبدا السفريه. جوجو الميه عالميه، يلا بينا بقى، مش عايزين نضيع وقت. يلا بسرعه يلا خدي ده. هات السلسله طيب.